السلام عليكم. معاكم قناة درينك فروت. قبل ما يبدأ الفيديو ان شاء الله كده لايك للفيديو، اشتراك للقناة، وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. النهاردة بقى الخميس عندنا عزومة، فهنوريكم طريقة عمل الفراخ المشوية بطريقتي مع المكرونة بالبشاميل. يا رب تعجبكم. هنجيب بقى محلول ملح نحط فيه 4 معالق سكر و4 معالق ملح وحبة فلفل حصى و3 ورقات لورا وحبهان فصوص برضو وليمونة. والمحلول الملح ده بنكون طبعا غاسلين الفراخ بالملح والدقيق نضيفة جدا الأول قبل ما نحطها في محلول النقع ده. محلول النقع ده بقى بيشد منها أي زفارة، أي دم موجود فيها، أي حاجة مش مستحبة بتنزل في محلول الملح ده. محلول الملح ده ممكن نقعد فيه الفرخة ساعة ساعتين، ويعني لو ما كنتيش مستعجلة عليها تعمليها قبلها بيوم وتحطيها في التلاجة بمحلول الملح ده، تيجي تعمليها تاني يوم ما شاء الله عليها يعني. هتدعي لي يعني مش يعني محلول الملح ده فيه سحر بصراحة. بيشيل اي حاجة وحشة من الفراخ. طبعا احنا سيبناها تتنقع، ودلوقتي هنعمل تعصيجة المكرونة بشاميل. البصل اهوت مع قطعة من السمنة، هنحاول نعصجها كده بحيث ان هي تدبل خالص. طبعا احنا عاملين في التعصيجة ديت نص صدر فرخة فرمناه من الفراخ اللي احنا هنشويها، خدنا منها نص صدر يعني، والكبد والقوانص بتاع الفراخ. طبعا يعني نحاول بقى نمشي حالنا في الايام الصعبة ديت، يعني مش لازم نجيب لها لحمة مفرومة ونعمل نكلف نفسنا ازيد من اللازم. طبعا حطينا ملح اهوت، وهنحط فلفل، وهنحط حبهان مطحون ولورا مطحونة برضو على التعصيجة، ورشة كبابة صيني. طبعا زي ما احنا شايفين اهوت البصلة يعني دبلت خالص. هنبتدي بقى نحط القوانص الاول، لان هي بتاخد سوا شوية عن الكبد وعن الفراخ المفروم. هنحطها ونبتدي نسويها شوية، حبة قيمة 10 دقايق كده تستوي كويس. ونبتدي بعد كده ننزل الكبد، وبعد ما ننزل الكبد ننزل الفراخ المفرومة بقى في الاخر. طبعا حشوة جميلة، وفي نفس الوقت ما خدتش مننا فلوس، ولا نضطر نجيب لحمة مفرومة ولا اي حاجة من الحاجات اللي هي ايه تكلفنا ازيد من الموجود يعني. ده احنا حاولنا نعمل حشوة المكرونة من نفس الفراخ اللي احنا عاملين منها الشوي بتاع العزومة يعني. اهوت حاولنا نسوي القوانص الاول، استوت خالص، وبعدين ننزل بالكبد بقى. اهيت الكبد اهيت زي ما احنا شايفين. الكبد طبعا ما بتاخدش سوا، حاجة بسيطة كده يا دوبك تتشوح ولونها يتغير. هننزل بقى بالفراخ. الفراخ المفرومة ديت ده نص صدر بس فرخ، نص صدر فرمناه في الكبة عندنا في البيت وعملناها، وان شاء الله هتبقى جميلة يعني، هتبقى حشوة جميلة للمكرونة بشاميل. انا صراحة بحب المكرونة اللي معمولة بالبشاميل ديت بالفراخ اكتر ما بحبها باللحمة المفرومة. انا زي ما شايفين هي اتفلفلت وبقت جميلة واستوت
وحلوة وهتبقى جميلة ان شاء الله في قلب الحشوة بتاع المكرونة. طبعا الفراخ بتاعتنا بقى مسبناها قيمة ساعتين تتنقع. طبعا شايفين المية لونها احمر خالص، ده دليل على ان المية اللي احنا عملنا فيها محلول النقع دي نزلت كل الرواسب اللي كانت موجودة في الفرخ. يعني ان كانت دم، ان كان في اي حاجة موجودة شوائب اي حاجة نزلت في المية دي. طبعا هنغسلها بقى تاني ونصفيها كويس ونشطفها شطفة حلوة. اهي عملناها، شايفين لونها ابيض وشاهق ازاي وجميل، ما فيهاش اي نوع من لو كان دم او زفارة او اي حاجة، لونها جميل ابيض خالص. ويمكن التصوير مش مبينة قوي بس هي في الحقيقة كده والله. وطبعا هنعمل لها بقى الخلطة بتاع الشوي. بصل مخرطينه وهنحط له ملح وفلفل وحبهان ولورا ومرق الدجاج. مرق الدجاج ديت خضار، انا بحب اجيب مرقة الدجاج بتاع الخضار. وهندعك البصلة حلو، زي ما احنا شايفين جامد كده، بحيث ان هي تنزل ميتها يعني. وكل فرخة ليها كوباية زبادي، طبعا احنا عاملين 3 فراخ، كل فرخة ليها كوباية زبادي، و3 معالق دبس الرمان و3 معالق صويا صوص. ونقلب كله على بعضه اهوت. ونبتدي نتبل الفراخ من بره ومن جوه وبين اللحم وبعضه. والصدر طبعا نشرحه كده كم تشريحة بالسكينة بحيث ان هي الخلطة ديت تخش جواه. وبعد ما نخلص الخلطة ديت ونظبطها نسيبها قيمة ساعة ولا حاجة كمان قبل ما نحطها في الفرن. طبعا هنحط على الوش شوية زيت كده وورقة فويل بقى، نغطي بيها الصينية بحيث ان احنا نخليها نص ساعة تحت. وبعد النص ساعة نكشف ورقة الفويل ونبتدي ايه نحطها فوق بقى على على الشواية. نولع عليها الشواية يعني من فوق وشها بقى يحمر. المكرونة معانا هي هنسلقها، طبعا حاطين في الملح في المية ملح وحبة زيت. وهنبتدي نعمل على العين التانية البشاميل. طبعا احنا بنعمل حاجتين مع بعض، ما بنسيبش يعني ان احنا نعمل حاجة. العينين بتوع البوتاجاز شغالين ما شاء الله، ونقدر نعمل يعني ده هنا حاجة وهنا حاجة. هنا 4 معالق دقيق او 5 معالق لان الصينية كبيرة، و5 معالق زبدة او سمنة، ورتل ونص لبن. طبعا بنقلبهم كويس، وحطينا بقى بنحط لها ملح وفلفل وقالب مرقة خضار وجوزة الطيب، بشر جوزة الطيب صغيرة كده بقى بالطعم قوي البشاميل، وتخلي ريحته حلوة وطعمه جميل. احنا بنحط الملح وحطينا الفلفل، وطبعا ايدينا طبعا على طول فيها عشان ما تبتديش تكلكع او تخرز مننا، بتبقى سايلة وجميلة زي القشطة كده. طبعا جوزة الطيبة اهوت بشرنا حتة بسيطة بتخلي البشاميل طعمه جميل. طبعا البشاميل اهوت اتعمل، طبعا احنا شايفينه لا تخين قوي ولا خفيف قوي، سايل يعني معقول. بنحط في الصينية جزء ونحط نص المكرونة المسلوقة، وبنحط برضو عليها كم معلقة بشاميل كده بحيث ان هي ايه
تمسك برضو، ما تبقاش البشاميل فوق بس، يبقى البشاميل في فوق وتحت. وطبعا هنحط التعصيجة اللي هي اللي احنا عاملينها من الكبد والقوانص والفراخ المفرومة اهيت. ما شاء الله خدت الصينية كلها اهيت، يعني مش قليلة ولا حاجة. وهنحط برضو جبنة موتزاريلا على جبنة شيدر على جبنة رومي، خلطة كده بحيث ان ايه لما نيجي نقطع الخرطة نلاقيها ماسكة نفسها مع الفراخ المفرومة، ما نلاقيش الفراخ بتتفرفط كده من الخرطة واحنا بنقطعها. طبعا حطينا الجزء التاني من المكرونة، وهنحط البشاميل اهوت على الوش. هنحاول ايه يعني نملى الصينية كلها، والبشاميل معانا ما شاء الله كتير يعني مش قليل، بحيث ان احنا عاملين حسابنا ان يغطي الصينية كلها. هي الصينية ما شاء الله كبيرة يعني. وطبعا على الوش بقى موتزاريلا بس صافي كده، بحيث ان هي ايه تحمر الوش ويبقى وشها احمر وجميل يعني. وهندخلها الفرن بقى. طبعا احنا طلعنا الفراخ اهيت بعد ما حطيناها فوق على الشواية كده، خدت وش من فوق طبعا مستوية وجميلة وريحتها جميلة. والمكرونة بشاميل برضو استوت وطعمها جميل وريحتها جميلة ما شاء الله. وألف هنا وشفا بقى للي هياكلوا وعزومتنا. وتقولوا لي ايه رأيكم.